اهلا وسهلا، ازيكم عاملين ايه؟ اولا اعذروني يعني وحشني جدا ان احنا نتكلم مع بعض، بس بجد غصب عني، وفي نفس الوقت بحاول اعمل حاجه كرييتيف اكتر ما تكونش كلها في البيت وفيها كلام مجرد كلام عادي. على قد ما انا حابه ان انا اللي انا بعمله، على قد ما عايزه اطلع من الدايره دي عشان يفضل لسه عندي الشغف والحب للحاجه اللي بعملها يعني. فاعذروني. ثانيا في يعني شويه مشاغل بقى وتخرج وحاجات زي كده. المهم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، محمسه جدا اشوف كل الكومنتس بتاعتكم. المهم ان انا نزلت اسك على الانستجرام، ولو انتم مش متابعيني على الانستجرام فده الانستجرام بتاعي، وكمان هتلاقوه تحت في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. المهم ان انا نزلت اسك وقلت حابين نتكلم عن ايه، وجات لي بصراحه كميه مسج كتيره، وحاولت اختار ما بينهم اكتر حاجه يمكن محتاجين ان احنا نتكلم عليها الفتره دي، فعشان كده اخترت جبر الخواطر. انا مش عارفه ممكن يخوني التعبير عن اللي انا هقوله ده ولا لا، بس لما نيجي نتكلم عن جبر الخواطر، احنا ديننا دين جبر خواطر بطريقه لا تتخيلوها، واهتماما باقل التفاصيل لابعد التفاصيل اللي ممكن تدخل الواحد الجنه. جبر الخواطر، القصص اللي اتحكت والاحاديث اللي اتحكت عن النبي صلى الله عليه وسلم والروايات وغيره في جبر الخواطر كانت مبدعه ورائعه في كل حاجه فعليا. فيعتبر ان احنا اكتر ناس مأمورة بجبر الخواطر. وكمان ما تنسوش ان حسن الخلق اللي احنا اتكلمنا عنه لايف كامل هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف، من اهمية صفاته هو جبر الخواطر. جبر الخواطر باب واسع وكبير، ولو اتكلمنا في الدين ففي حاجة استوقفتني قوي لما ركزت ان هي فيها جبر خواطر، كانت قول الله تعالى: إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. كان باب جبر خواطر كبير قوي بالنسبة لي، لأنه زمان كانت التقسيم بتاع الميراث كان على الأغلب بيحصل في العلن، فكان ربنا عز وجل بيوصيهم إنه لو كان في ناس قعدت مساكين أو يتامى أو غيره ادوهم من القسمة، ومش بس كده قولوا لهم قولا معروفا. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فجيك جبر الخواطر قبل كمان من إن أنت قبل ما تديله فلوس ما تذلوش ما تبهدلهوش، اجبر بخاطره، حن عليه وقول له كلمه طيبه اهم بكتير جدا من الفلوس اللي انت هتديها له. وبرده كمان من ضمن جبر الخواطر كانت حاجه ممتعه جدا لما قراتها، كانت تفسير سوره عبس وتولى ان جاءه الاعمى. لما كان في شخص اعمى وكان بيروح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان بيتولى عنه مش عشان حاجه، هو بس كان مشغول بان هو بيحاول ان هو يرشد اهل مكه او اهل قريش اللي هم كبار يعني، علشان هم دول لو اسلموا الباقي هيسلم وغيره، فبس تنشغل عنه. فربنا عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن جبر الخواطر الحلوة قوي، اولا ربنا عاتبه، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيدخل عليه الاعمى على المجلس بتاعه كان بيقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وزي ما احنا عارفين ان جبر الخواطر من اهم الحاجات بتاعته هو ان انت تسأل فلان مالك، انت زعلان ليه، وتحاول تكبر بخاطره كده وتراضيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عنه ده جدا. اتذكرت في احاديث كتيره جدا لما كان بيكون داخل المجلس وفي حد قاعد قبل وقت الصلاه او بعد وقت الصلاه او مهموم او غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح يساله مالك، فيك ايه. كان في رجل من الانصار كان اسمه ابا امامه، وكان جالس في المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فقال له: يا ابا امامه ما لي اراك جالسا في غير وقت الصلاه؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبا أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وأحاديث كتيرة جدا وسيرة كتيرة جدا ممكن نحكيها، لو قعدنا نحكي مش هنخلص فيها، غير الأبواب الكبيرة جدا والوسعة في الإنفاق المال وغيره، والحاجات اللي تعلمناها من صغرنا إن إحنا لما ندي لحد صدقة إيدك الشمال ما تشوفش اللي إيدك اليمين بتنفقه. حاجات تانية كتيرة قوي تعلمناها من أحاديث وروايات اتذكرت علينا من صغرنا لحد ما كبرنا، غير الحاجات اللي اتذكرت في القرآن. بس اللي أحب أقوله لكم وأكتر حاجة إنه جبر الخواطر باب كبير جدا، واسعوا إن انتوا تعملوه دايما واحرصوا عليه بشكل كبير قوي، لأنه فعليا هو كفيل يدخلكم الجنة.
ولو اتكلمنا كمان ان احنا على ما كبرنا كنا بنسمع حاجات كمان كتيرة قوي، زي مثلا يا عم اكبر بخاطره وربنا يكبر بخاطرك، وكلمات بسيطة جدا اتعلمناها من صغرنا، غير المواقف اللي شفناها من جدودنا ومن ابهاتنا وامهاتنا في التعاملات الرائعة اللي ليها علاقة بجبر الخواطر. حاول تكون انت جبار خواطر، حاول دايما انه اي حد تشوفه تقول له كلمة طيبة مش هتخسر منها حاجة. ما تنساش تبسمك في وجه اخيك صدقة، فكل اللي تشوفه بس تبتسم في وشه، اولا انت دخلت السعادة عليه، اخدت عليه صدقة، وهو من ابواب جبر الخواطر، غير ان جبر الخواطر من ابواب حسن الخلق. فاللي عايزة اقوله لك، باب حسن الخلق من انبل واروع الحاجات اللي لازم تدرب عليها نفسك. انا عارفة ومقدرة جدا انه صعوبات الحياة وضغوطات الحياة خلتنا دايما عصبيين ودايما متوترين، وعلى الاغلب ما بنعرفش قوي نجبر بخاطر بعض. بس اللي عايزة اقوله بجد من كل قلبي ان احنا في امس الحاجة في ان احنا نجبر بخاطر بعض ولو بكلمة. ومن الحاجات اللي سمعتها والقصص اللي شفتها وعجبتني جدا، الناس اللي بتفارق بعض بود ومحبة وصفاء، ده من انواع جبر الخواطر الرائع جدا، ان احنا حتى في الفراق ما نوجعش بعض. بلاش نستلذ بوجع الناس التانية وتشوف ان ده عادي وان انا كده رائع جدا ان انا فارق عند الناس، لانه فراقك ده بيوجع وبيوجع قوي كمان. فاجبر بخاطر اللي حواليك لو انت مضطر ان انت تفارقهم بس بالطريقة اللي ما تخليهمش يتوجعوا. من ناحية انت هيكون كسبت حسنة، وكمان كسبت فراقهم لو ده هيكون مفيد بالنسبة لك. وعايزة اقول انه كمان من ضمن جبر الخواطر هو الكلام الطيب اللي احنا دايما محتاجين ندرب نفسنا عليه. الكلام الطيب بيتبعه حسن الخلق، تتبعوا الصدقة. وبما ان احنا في امس الحاجة دلوقتي في ان احنا نطبطب على بعض، فارجوكوا قوموا طبطبوا على كل حد تعرفوه، واجبروا بخاطر اي حد تعرفوه ولو بكلمة واحدة بس، حتى هتلاقوا ده عايد عليكم في حياتكم بشكل ايجابي. ومستنية اقرا كومنتس كلها ايجابية بتقولوا فيها ان انتوا جبرتوا بخاطر حد انتوا ما تعرفوهوش. انزل الشارع، مضطر تدي لحد فلوس لو انت مش معاك، بس على الاقل ابتسم في وشه وقول له كلمة طيبة، يمكن يكون ده اكتر وقت هو محتاج ان يسمع فيها حاجة طيبة. قرب من اهلك وقوم احضنهم لو بقالك كتير قوي ما حضنتهمش. لو امك او اختك او زوجتك عملوا اكل حلو النهاردة، حتى لو ما عجبكش، ممكن تقوم تقول لهم شكرا. وانتي كمان لو حد من اهلك، باباكي او اخوكي او غيره، لسه راجعين من الشغل ومتوترين ومتضايقين بسبب زحمة الدنيا، قومي قولي لهم شكرا ان انتوا بتتعبوا علشان احنا نقدر نعيش في حياة سلمى وسعيدة. انا عايزة اقول لكم شكرا من قلبي على كل كلمة طيبة سمعتها، وعلى كل حاجات طيبة بتتبعت لي، وعلى كل كومنتس ايجابي في وقت من الاوقات. فعلا ساعدني اني اكون مبسوطة وبكمل. وان شاء الله بعد اسبوعين بالظبط في حلقة بحضر لها شوية ممكن تكون مختلفة. متنسوش الفيسبوك بتاعي والانستجرام هتلاقوهم تحت في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. ودمتم سالمين.